ماكولي كولوكين اتولد سنة 1980 في نيويورك، وبدأ التمثيل وهو طفل صغير، لكن شهرته العالمية انطلقت سنة 1990 لما قام طبعا بتقديم دور كيفن في الفيلم المشهور هوم ألون، علشان يبقى واحد من أشهر نجوم الأطفال في العالم. لكن على الرغم من الشهرة المبكرة دي، إلا إن حياته برضه كانت مليئة بالضغط النفسي، فهو اضطر للموازنة بين المدرسة والعمل، وكمان اتعرض للمراقبة من قبل الإعلام والصحافة ومن قبل أسرته كمان، خاصة بعد انفصال والده ووالدته نتيجة وجود خلافات كبيرة ما بينهم بهدف السيطرة على أمواله، لغاية ما ماكولي قام برفع قضية على والده وقدر إن هو يسترجع حقوقه المالية. وفي منتصف التسعينات ومع استمراره في العمل في هوليوود بدأ يعاني من الإدمان على الكحول والمخدرات، وده طبعا أثر بالسلب على صحته وسمعته الفنية وخلاه يبتعد عن الأضواء تدريجيا. وفي نوفمبر سنة 2014 انتشرت الإشاعة اللي احنا كلنا عارفينها على وسائل التواصل الاجتماعي واللي كانت عن وفاته، لكن طبعا كلنا اكتشفنا بعد كده ان هي كانت مجرد كذبة كبيرة. وفي أواخر التسعينات ومع بداية الألفية حاول ان هو يرجع للتمثيل بأدوار محدودة، لكنه طبعا ما قدرش ان هو يستعيد الشهرة الطفولية نفسها، وفضل يعيش تحت ظل ذكريات الطفولة المفقودة والضغط النفسي اللي ساب أثر عميق جواه. وفي سنة 2021 قام بإنجاب ابنه الأول، وفي سنة 2022 قام بإنجاب ابنه الثاني، وده أعطاه بعض الاستقرار. لكن على الرغم من كده ماكولي برضه هيبقى رمز للنجم الطفولي اللي عاش حياة مختلطة بين بريق الشهرة المبكرة وآثار المأساة الشخصية، محاط بذكريات ما قدرش إن هو ينساها أبدا.